صباح الخير يا ساندي. صباح النور. طبعا ساندي دلوقتي عندها ديكتيشن انجلش بكره ومتوتره وخايفه وزعلانه ان هي مش عارفه تحفظ، فاحنا دلوقتي هنتدرب مع بعض ازاي نحفظ كلمات الانجليش. جاهزه يا ساندي؟ تعالي وري اصحابك بقى انت مطلوب منك كام كلمه انجليش تتمليها بكره. شايفين يا جماعه؟ شايفين كم الكلمات اللي هي تتملاها بكره؟ دي طبعا على مدار الاسبوع اللي فات خدتهم كلهم كل يوم درس، وهي الميس معوداهم ان هي بتجمع لهم كلمات الاسبوع كله وتمله لهم يوم الاحد. فاهو احنا بقى عملنا ايه؟ قعدنا صنفنا الكلمات دي اول حاجه بتخلي التلميذ يعرف يحفظ، بتخلي التلميذ يعرف يحفظ بسهوله. ان احنا نبدا وانا وهي قعدنا عملناهم مش لوحدي، احنا قعدنا قسمنا وقلنا ان احنا نقسمهم. الاول قلنا يعني ايه فيربس؟ فيربس يعني ايه؟ أفعال. افعال. قلنا الفيربس يعني ايه يا ساندي؟ افعال. عملنا الافعال اللي بعدها. والناون يعني ايه ناون؟ ايه؟ اسماء. يبقى قسمنا الفيربس لوحدها الافعال والاسماء، وبعد كده الثينجز الاشياء، وبعد كده كمان عندنا بعض الجوبس قسمناهم. وعملنا ايه؟ كتبنا الكلمات بالتلوين كده. طبعا هي بتعرف تقرا وعارفه الساوند بتوع الليترز بالظبط، لكن بيبقوا في السن ده، هي في سنه اولى ابتدائي، في السن ده بيبقوا مش عارفين يكتبوا طبعا لسه الكلمه بالساوند، لان طبعا ممكن تقوم قايله لي الساوند الاولاني وتروح والتاني وتوقع اللي في النص، ودي طبيعه السن وطبيعه المرحله، عادي جدا يعني ان هم فعلا بيوقعوا حروف في النص. وفي حروف سايلنت، يعني كلايم دي البي سايلنت خالص مش بتتنطق، فلو اعتمدت على الساوند بس مش هتكتب في الكلمه بي. وعندنا حروف طبعا زي اتنين زي التي اتش دي. تي اتش دي بنقولها ايه مع بعض يا ساندي؟ ثا او ذا، صح؟ يا ثا يا ايه؟ ذا. برافو عليكي. طب ما ممكن وهم بيقولوا الثا هيروحوا كاتبينها ممكن اس. فطبعا في السن ده احنا هنعتمد على انه يحفظ مع الساوند شكل الكلمه. يعني احنا هنا عاملين اول كلمه دي ايه يا ساندي؟ اقراها لي. بلاي. يعني ايه بلاي؟ يلعب. هنعمل ايه في بلاي بقى؟ احنا كتبنا البي والال عشان هما اتنين طوال، البي والال بالاحمر والاي والواي. بلاي. طيب في طفل النمط بتاعه بصري، لازم تعرفي نمط ابنك ايه وانت بتحفظي. هل هو بصري ولا هو سمعي ولا هو بصري وسمعي ولا ايه بالظبط؟ يعني هل هو لما بيكتب كتير قوي بيحفظ، ولا لما بيبص للكلمه كتير بيحفظها وخلاص بيسجلها في مخه كانها صوره، ولا ايه؟ طيب انا ساندي معايا هنا هي نمط بصري، يعني لما بتشوف الحاجه وبتركز فيها بتحفظها بسهوله اكتر. تعالي يا ساندي بلاي، قولي لي حروف بلاي كده. how do you spell play؟ بي ال واي. طيب اكتبيها لي هنا كده. هي كده بصت عليها مرة وركزت وقالتها، اديك حفظتيها في منتهى السهولة. هتنسيها؟ طب اكتبيها لي تحت هنا. انا اكتشفت ان هي لما بتكتب كتير مش بتحفظ، يعني ممكن اديلها بلاي دي تنزل بيها في الصفحة كلها، لا بتسرح وما بتركزش فيها. شايفين كتبتها بسرعة ازاي؟ ممتازة. اكتبها لي في الصفحة اللي هناك. بتخبي من مين؟ مفيش غير انا وانتي. هم متعودين بيعملوا كده في الكلاس طبعا. اوعي تنسي. وريني. برافو عليكي، ممتازة. شايفين بقى الفرحة على وشها ازاي؟ بقى في امل ان هي تخلص الكلمات كلها. طيب نخش على الكلمة اللي بعدها. يرمي. قوليها كده تاني. ثرو. طلع لسانك بين اسنانك. ثرو. برافو. ثرو يعني ايه؟ يرمي الكرة. كرة. برافو عليكي. how do you spell throw؟ THRO برافو. تاني بص لها كأنها صورة يا ساندي. انطقي وانت بتبص لها. قسمي. الاثنين دول هنقولهم مع بعض. ر او الاو والدبليو طبعا. او ث
ثرو. كم حرف هي؟ كم لترز؟ 5 صح؟ 5 لترز. عندنا 2 ازرق أدا و2 ازرق تانيين، واحده احمر في النص. الالوان دي بتسهل جدا يا جماعه حفظ الكلمات، الالوان دي بتسهل حفظ الكلمات جدا. وشايفين اللي كانوا بيقولوا ده الكلمات بتبقى كتير، معقول هيبقى في اكتر من كده نحفظهم في يوم واحد؟ ما اعتقدش يعني. يلا ركزتي في ثرو، عايزاكي تبصي لها كتير قوي اهو. هي نمطها بصري. في اطفال هقول لكم طريقه تانية دلوقتي بعد ما نحفظ ثرو في الكلمه اللي بعديها. حفظتيها؟ اتفضلي اكتبي. هتكتبي كلمه ايه؟ ثرو. يعني ايه ثرو؟ الكورة. مهم قوي انها تعرف بتكتب ايه وترجمتها ايه بالعربي علشان تثبت معاها اكتر. وريني. برافو عليكي يا سندي. اكتبها لي فوق تاني. ممتازة. تحت. هايلة. ثرو. طب ممكن تكتبي لي بلاي هنا؟ نختبر كده نشوف الدنيا فيها ايه. ممتازة كده. تمام التمام. طيب ندخل على الكلمة التانية. تعرفي تقرأيها؟ قولي بالساوند بتاع الحروف، اقرأي لوحدك. الساوند الاس ايه؟ برافو. ها. سوينج. سوينج يعني ايه سوينج؟ يتزحلق. اللي هي المرجحة أو يتمرجح. هي بتيجي فيرب وبتيجي ناون. سوينج بيتمرجح أو له مرجحة نفسها. طيب تعال ناخد طريقة تانية عشان أصحابنا اللي مش بيعرفوا يحفظوا بالطريقة دي نقول لهم على حاجة تانية. احنا هنكتبها كده واحنا بنكتب نقول الساوند للولاد. سوينج. 5 حروف. اس دبليو اي ان جي. اي ان جي. اس دبليو اي ان جي. الاي ان جي دي هتقابلك في كلمات كتيره جدا. اي ان جي. اي ان جي. اس دبليو اي ان جي. هنعمل ايه بقى؟ ساندي هتكتبها مره واثنين وثلاثه. هتكتبها 3 مرات وهي بص عليها. بعد كده هنخبي وهنكتب من غير ما نبص. يلا وري اصحابك هتكتبي ازاي. تمام. طبعا دي مش كراسه انجليش فانا مش مدققه معاها في الخط قوي، بس هي ما شاء الله لما بتبقى كراسه انجليش بتكتب على اللاينز مظبوط. يلا اللي بعديها يا ساندي. هتبدا تاخد بالها من اللاين. ركزي عشان فاضلك مره وهتكتبيها لوحدك. احنا بنعلمهم بعد كده بنسيبهم يحفظوا بنفسهم. اهم حاجه نعلمهم نطق الكلمه ومعناها ايه بالعربي، وبعد كده بنسيبهم هم يحفظوا نفسهم. ركزتي في حروفها؟ طيب هاتي لي الكراسه اللي هناك دي. يلا اكتبي لي سوينج. يلا مرة تاني. مرة تاني. ارفعي شعرك عشان اصحابك يشوفوا اللي انت بتكتبي. شيلي ايدك يا سندي كده. مرة تاني. بصوا بنخبي كل مرة وهي تكتب. خلاص كده ثبتت في مخها خلاص. على مهلك. برافو عليكي. يبقى كتبت كده السوينج، كتبت 3 مرات وهي بص عليهم، وبعد كده المرة دي. أهم حاجة نوصل لنمط الولاد إيه في الحفظ. نمط الولاد إيه يا جماعة؟ في ناس بتعذب الولاد ويقعدوا يكتبوا كتير كتير وفي الآخر الطفل مش حافظ أو التلميذ مش حافظ ولا كلمة.
ليه؟ لانه عمال ينقش ينقل ينقش وينقل، ايديه بقت خلاص كأن مكنه ماشيه، لكن لا عارف بيكتب ايه ولا عارف الكلمه دي ايه ولا نطقها ايه، وبينسى وبيسرح وهو بيكتب، فكأن ايده ماشيه كده حاجه كده لوحدها وخلاص. تمام. فاحنا بصوا، يبقى اهم حاجه ان احنا نلون لهم كده علشان يبصوا عليها، للناس اللي نمطهم بصري يبصوا عليها كده كانها صوره قدامهم، ونميز الحروف معينه. يعني هنا انا ميزت الار بالاحمر عشان هنا ده ساوند لوحده وده ساوند لوحده. ميزنا هنا الاي ان جي، ميزنا هنا الاي والام في النص كده مع نفسهم زي ما انت تحبي. هنا سلايد مثلا، ادي الاس والدي والاثنين الطوال بلون واحد عشان العين برضو تشوف الكلمه كده. فده للولاد اللي نمطهم بصري، وكمان بيساعد جدا في الحفظ. والطريقه اللي احنا قلنا عليها لازم يقرا الكلمه ويقول لكم معناها ويقول لكم حروفها، بعد كده هنبدا في الحفظ. يلا الكلمه اللي بعديها يا ساندي. احنا كده حفظنا ما شاء الله اللهم بارك 3. الرابعه اقراي السي ساوند بتاعها ايه؟ برافو. كلايم. قوليها تاني. كلايم. كلايم. البي هنا هننطقها عشان البي ايه؟ سايلنت. سايلنت. بس هو هل لما نيجي نتملى مش هنكتبها في الاملاء؟ نكتبها بس مش هتتنطق. هنكتبها بس مش ايه؟ مش هتتنطق. كلايم. How do you spell climb؟ CL ال اسمها ال I M. ايوه بقى اللي بيتلخبطوا بين البي والدي، اللي بيتلخبطوا بين معظم الولاد. قلنا اللي مخاصمه اختها هي مين؟ دي. اللي مخاصمه اختها هي مين؟ البي. يبقى اللي باصه هنا هي الايه؟ البي. دي مشكله مع الولاد وبتفضل لسن كبير جدا. كلايم. كلايم. سي ال اي ام بي. بي واقفه على جنب. بصي بعدها لك شويه ازاي عشان مش بتتنطق. يبقى عندنا السي ال لونهم ازرق، بعدين الاي ام عشان قصيرين جنب بعض، وبعدين البي. كلايم. كلا. السي اللي هنقولها ايه مع بعض؟ كلا. يم ب. دي مش هتتنطق، احنا هنقول بس انها تتكتب بس مش هتتنطق طبعا. بص لها كتير يا ساندي عشان هتروحي تكتبيها حالا. بصوا بقى كده التركيز في ان المخ بياخد الكلمه ويسجلها كصوره. حفظتي؟ طب ممكن تقولها لي من غير ما تبصي الحروف بتاعتها من غير كتابه؟ سي ال اي ام بي. ممتازه. يلا اكتبيها. وبالطريقه دي يا جماعه هنكمل بقيه الكلمات واحده بواحده. في خلال ساعه ان شاء الله هتكون مخلصه الكلمات دي وحافظاها، لان طبعا انتم في كلمات بتتكرر، في كلمات بتيجي كلمتين متشابهين، وبنفس الطريقه دي هتعملوا. يا اما زي ما قلنا نكتب 3 مرات وننزل بالباقي، يا اما عن طريق الصوره. هي كتبتها ما شاء الله اهي، بس لما تيجي تتملي يا ساندي ما تحطش نقطه تحت البي. انا بحطها لك انا عشان اعرفك ان هي سايلنت، لكن لما نيجي نتملى ما نحطش تحتها النقطه. خلاص. شكرا يا ساندي، ان شاء الله هتحفظي وتبقي زي الفل. وقولي لاصحابك بقى ايه يستخدموا نفس الطريقه، وتقول لهم ايه؟ باي باي. يلا احدفي لهم بوسه جميله عشان انت قمر كده. اعملوا بقى لايك لساندي وشجعوها كده في الكومنتات علشان ان شاء الله باذن الله تتملى بكره كويس. السلام عليكم.